السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وافضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلطة بيضة بالصلصة، او في ناس بتقول عليها مصفوفة الخضار، زي ما تحبوا تسموها. المهم ان هي حاجة لذيذة جدا، وكمان مغذية وكمان اقتصادية جدا. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونشوف كمان عملنا البرزنتيشن او طريقة التقديم زي بالظبط ما بتتقدم في المطاعم. عجبت الاولاد جدا. هديكوا بعض الافكار كده، ويلا بينا على طول على الوصفة. اول حاجة الخضار اللي عندي، انا عندي طماطم وفلفل وكوسة وبتنجان، وعندي طبعا هحتاج بصل وهحتاج طبعا توم. هما دول تقريبا يعني الخضار اللي انا هحتاجه في الوصفة كلها اللي عندي. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. طبعا الخضار مغسول ومتنشف، ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي هنا على طاسة او على شواية او جريل بشوي الفلفل الاخضر، وبعدين علشان خاطر اعمل الخضار شرايح، يا اما بستخدم اي نوع بقى من القطاعة اللي انتي تحبيها، زي ما تحبي خالص. انا عندي دي او عندي دي براحتي خالص، وهعمل الخضار اللي عندي كله حلقات. تمام. وبعدين هعمل الطماطم كمان اللي هو الصوص بقى بتاعها كونكاسيه. يبقى انا كده الفلفل بيتشوى عندي، والخضار قطعته حلقات، والطماطم هعملها كونكاسيه يعني في ميه، وهقطعها كده على 4 وهسيبها على النار. القشرة اللي فيها هتطلع بمنتهى السهولة. هنا قطعت الطماطم على ايدي، محتاجتش ان انا اقطع صراحة في القطاع. ده شكل الفلفل وريتهولكم بعد ما اتشوى. الفلفل بيدي طعم خطير، التركة دي لازم تعمليها لانه بيدي طعم خطير في الصوص بتاعها، بيودي طعم صوص الاكلة في حتة تانية خالص. بس بشيل بس السواد اللي في الفلفل، وبعدين بنضفه بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما بقطعه كويس، بكون مقطعة البصل على النار ومقلباه كويس جدا، وبحط عليه الطماطم بعد ما بتستوي وبشيل منها قشرتها بسهولة جدا. بقوم حاطة الفلفل المشوي ده عليها وبقلبهم شوية، وبحط بهاراتي. هكتب لكم البهارات قدامكم عشان لو عايزين تاخدوها سكرين. وبحطها لاني بهارات الخلطبيطة مهمة جدا في الطعم، وبتديني تست عالي قوي. بقلب بقى كله لحد لما الخضار يدخل في بعض كويس جدا ويمتزج كده ببعض، وبضربه في الخلاط او في الكبة حسب ما تحبي. المهم اني بفرم الخليط الجميل قوي ده. دلوقتي انا هقطع بقى الكوسة، وكمان هقطع البتنجان. يعني شوية حبيت اعمل على دي وشوية على دي، بس هي التانية القطاعة اللي انتوا شفتوها طلعتهولي رفيع خالص، وانا بحب احس بطعمه بصراحة، فارتحت اكتر في التقطيع على ايدي بصراحة، علشان مش عايزاه يطلع سمكه رفيع قوي. انا عايزة احس بالخضار وانا باكله. قطعت الكمية اللي عندي كلها بالشكل اللي هتشوفوه ده. خلاص كده البتنجان، وخلاص كمان الكوسة والطماطم. حاولت اخلي كله بنفس السمك. هنا كانت الصوص بتاعي خلاص دخل في قلب بعضه. هحطه بقى في الخلاط وهضرب كله مع بعض لحد ما يعمل لي صوص حلو كده تقيل. عشان الطماطم بتاعتي ما كانتش حمرا قوي، حطيت معلقة من الصلصة. بعدين عندي البايركس اللي هعمل فيه، هرصها فيه. عشان كده في ناس بتسميها مصفوفة علشان هي بتترص ورا بعضها. بحط عندي بقى الصوص بتاعي، وبعدين برص الخضار بالشكل اللي هتشوفوه معايا.
هنا الخضار كله اترص عندي في الصينية خلاص كده، بدأت اولع الفرن. وكمان هعمل خليط الشوي. خليط الشوي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيت وملح وفلفل وزعتر وروزميري. بحطه بدهنه فوق الوش قبل ما ادخل الصينية الفرن، بيديها ريحة رهيبة. بتدخل الفرن وبتغطيها بقى بزبدة ورق فويل او بغطا زي ما تحبي براحتك، وبتطلع بجد طعمها مميز جدا. اتمنى تجربوها، من قلبي هتعجبكم جدا. هتدعولي عليها، مغذية واكلة مميزة وشكلها فعلا يفتح النفس. ده شكلها النهائي بعد ما خرجت من الفرن. شايفين الخضار جميل ولونه حلو ازاي، وطعمه بقى في حتة تانية خالص. اتمنى تجربوها وما تنسوش تدعولي، والف هنا مقدما. وهنا انا حبيت اعمل لها بقى البرزنتيشن اللي قلت لكم عليه ده. حطيت كده قطعة البيض لما باجي بعمل بيض اومليت او عيون، ورصيت فيها الخلطة بيضة بتاعتي شبه ما كانت في فيلم الفار الطباخ، يعني بتبقى مميزة وشكلها لذيذ للولاد هيحبوها. دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. دمتم في امان الله وحفظه ورعايته.